أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي تونسية في فرنسا. اليوم باش نعملوا مع بعضنا سيتخونات بطريقة سهلة برشا كي تبدا عندك الماكينة هذه. دونك أول حاجة نعملها أني ننظف السيتخونات متاعي، نحطه في مياه سخون حكاية ساعتين، وبعد ما نقص السيترونات متاعي عادي نخليه بالقشر. نكمل نقص السيترونات متاعي وبعد نرحي. تو تشوفوا باش نرحي. وبعد ما نكمل نقص كل شيء نرحي، نرحي بالماكينة هذه. الماكينة هذه تخرج القشور وحدها والعصير يهبط وحده، السيتخوناد متاعي يهبط وحده. هذه الحكمة انك ما تتعبش وما تعملش سيتخوناد او نحي القشرة او صفيها ومنعرفش فيها برشا خدمة. المهم الماكينة هذه فما بخاتك على الاخر في الغلة الكل تنحلك القشرة وحدها وتهبط لك كان العصير، ما عندكش مشكلة بعد باش تصفي ولا حاجة. وغما الماكينة هذه براتيك على الاخر. فوالا هذا السيتخوناد متاعنا. جوست بعد ما نكمل نرحي نكيل بالكاس، كل كاس عليه يترمي، والسكر بالطبيعة حسب المذاق متاعكم. كل واحد كيفاش يحب، واحد يحب نقص سكر، واحد يحب زايد. هذيك حسب الشوا متاع كل عائلة كيفاش تحب. فوالا هذا السيتخوناد متاعنا. ان شاء الله تعجبكم الطريقة. هي على محل الناس كل تعرف على الطريقة. ان شاء الله تعجبكم سيرتو فكرة الماكينة هذه، واللي نجم ياخذها ما يبخلش. المهم ان شاء الله شاي طيبة، وان شاء الله رمضانكم مبروك مرة اخرى، وفي الامان ومرحبا بكم في قناتي تونسية في فرنسا. السلام.